عشان اكمل اعمل فيديوهات تفيد ناس اكتر، يا ريت تعملوا سبسكرايب وشير للفيديوز. اهلا بيكم في حلقه جديده في كلمه مصدقينها مع حجازي. النهارده انا هتكلم عن موضوع انا شخصيا مستغربه جدا وبصراحه نفسي افهمه، وهو الفلوس الكتير اللي بتدفع في العربيات الصيني. انا عارف ان في ناس هتهاجمني بسبب ان العربيات الصيني في ناس كتير قوي بتحب تشتريها، وانا ما عنديش مشكله لو العربيات دي فعلا عربيات سعرها رخيص وساعتها انا معيش غير فلوسها وساعتها اجيبها. لكن انا بستغربه ان انا بيبقى معايا فلوس العربيه اللي مش صيني واروح اجيب العربيه الصيني، وحجتي في الموضوع ده بتبقى ان العربيه الصيني بتبقى احلى، ممكن تكون اكبر، ممكن يكون فيها اوبشنز احلى، ممكن تكون مدلعه اكتر، بس في النهايه انا بشتري عربيه وبدفع فيها فلوس كتير. فهل انا احط الفلوس دي في عربيه صيني؟ الناس تقول لي يا حجيز طب انت ايه مشكلتك؟ ما العربيات الصيني عربيات كويسه. هو فعلا طبعا في ماركات في الصيني كويسه، انت المشكله في الصين ان هي بتعمل المنتج على حسب السعر اللي انت بتدفعه. يعني عادي جدا، عايزين يعملوا لك عربيه ب 100000 جنيه هيعملوا لك، عايزين يعملوا لك عربيه ب مليون جنيه هيعملوا لك، وكل واحد طبعا بتفرق في الجوده وكده. للاسف انا ما اعرفش العربيه اللي بتوصل مصر دي بتبقى عامله ازاي. طبعا انتوا عارفين في ناس كتير قوي بتبقى عايزه تكسب اكتر فلوس ممكنه، وساعتها عادي جدا تطلب من الصين ان هي تعمل عربيه ب 100000 جنيه وتبيعها هنا في مصر بمليون جنيه، مقابل كده بتحط فيها شويه اوبشنز تعرف تبيع بيها، وساعتها الناس كلها تقبل على شرائها. وتلاقي الناس تروح تشتري العربيه الصيني وما تشتريش عربيه مثلا زي نيسان صاني، ونقعد نتريق نيسان صاني والكلام ده كله، مع ان هي عربيه كويسه جدا وبتحقق الغرض اللي انت عايزه، سواء انت عايز تعملها جوه بلد او تسافر بيها او تعمل اللي انت عايزه. طب برضو احنا ما فهمناش يا حجازي انت ايه مشكلتك مع العربيات الصيني؟ انا عندي مشكله في العربيات الصيني في كذا حاجه. اول حاجه طبعا جوده العربيات دي الواحد ما يعرفش عنها اي حاجه خالص، ونقعد بقى نقول اصل دي تبع شركه ما اعرفش ايه الصينيه ودي اكبر شركه عربيات. الكلام ده كله بالنسبه لي ما يهمنيش في اي حاجه، عشان زي ما قلت لكم جوده العربيه بتتعمل على حسب الشاري مش على حسب الشركه بتحتفظ بمقدار جوده معين. يعني شركه مثلا زي هونداي هي في الاخر مش هتطلع عربيه وحشه عشان هي عندها سمعه تخاف عليها، لكن العربيات الصيني ما عندهاش سمعه تخاف عليها، هي في الاخر هتطلع العربيه على حسب انت هتدفع فيها كام. طب ما حجازي في عربيات هونداي مثلا طلعت وحشه، عادي جدا ممكن تحصل ان في عربيات وحشه، بس ساعتها الشركه الام بتبقى مسؤوله قدامك دايما ان هي تحل اي مشكله موجوده في العربيه عن طريق التوكيل المحلي بتاعها في مصر. طبعا لو اتكلمنا عن ماركات المشهوره في الصين زي البي او اي دي والجيلي اللي هم اثبتوا نفسهم في السوق المصري الى درجه كبيره، مع انها عربيات بتبوظ بسرعه جدا، بس على الاقل نقول ان قطع غيارها متوفره ورخيصه. لكن فعلا انا بستغربه اليومين دول ان انا ببص في الشارع وبلاقي في عربيات انا مش عارف ماركتها ايه، تبص على اللوجو بتاعها ما تلاقيش اسم مكتوب ولا اي حاجه. طبعا عربيات شكلها حلو قوي من بره والكلام ده كله، بس في الاخر أنا مش عارف اصلا ماركتها ايه. وتلاقي مثلا اي تاجر ولا اي حد بقى مره واحده بقى هو الوكيل بتاعها، هو اصلا ولا وكيل ولا حاجه، وبس يا دوبك بيستورد العربيات دي وبيبيع لك 50 60 عربيه بيعمل فيهم المكسب بتاعه، وبعد كده ولا ويختفي من السوق ولا حد يعرف عنه اي حاجه. طب انا عندي سؤال ما سالتوش نفسك، افرض العربيه دي اتخبطت يا عم خبطه بسيطه، عايز اكسدام ولا عايز فانوس، انت هتجيب حاجاتها منين؟ ولا احنا بقينا للدرجه دي بنفكر تحت رجلينا وبنفكر ان احنا يا دوبك هنحط فلوسنا كلها اللي معانا في عربيه بمليون ونص ولا 2 مليون جنيه وشكلها حلو واروح اتمنظر بيه قدام الناس، وساعتها لما العربيه يحصل فيها حاجه انا احتاس وما اعرفش اعمل حاجه. وطبعا اكبر مثال لكده عربيه اسمها زوتي لما نزلت مصر وكانت بتحاول تنافس الرينج روفر، وبعد كده مره واحده المصنع ده قفل في الصين والناس دي ولا عارفه تعمل اي حاجه في عربيتها، كان قطع غير موتور وعفشه. في الاخر الناس هتعرف تتصرف وتعرف تجيب الحاجات دي وتوفق حاجات على حاجات. لكن لو احنا بنتكلم على الحاجات الخارجيه، عادي يا عم وانت ماشي جات لك نقره في الازاز، هتجيب الازاز ده منين؟ فانوس اتكسر ودي حاجه معرضه جدا حتى لو العربيه راكنه. فانا عارف طبعا ان ربنا يسترها وكل حاجه، بس دي حاجه انت معرض ليها، وساعتها انت هتعمل ايه؟ هتجيب الحاجه دي منين؟ ده انت ممكن حتى لو انت عايز توردر الحاجه دي من على النت بره، انت ممكن تلاقي العربيه دي لها اسم مختلف بره، فانت مش هتعرف تطلب بيها. فالموضوع بجد بيبقى كوميدي جدا. انا بس نفسي الاقي اجابه على السؤال ده. انت دلوقتي معاك فلوس تجيب عربيه ماركه محترمه او ماركه انت عارف اسمها وعارف ان هي اسم في السوق المصري والسوق العالمي، بس انت بتختار تروح تجيب العربيه المدلعه اكتر وتدفع فيها فلوس في عربيه مجهوله وما تعرفش ايه اصدارها ولا هي رايحه على فين ولا هيحصل ايه كمان سنتين ثلاثه، العربيه دي هتفضل موجوده اصلا في الاسواق المصريه او الاسواق العالميه ولا لا؟ انت بتعمل كده ازاي؟ او انت ازاي بتحط الفلوس كلها دي؟ فلو انتوا عندكم اجابه على السؤال ده يا ريت تكتبوه تحت في الكومنتس، عشان بجد انا نفسي افهم الموضوع ده. فبجد دي حاجه انا مش فاهمها، وحاسس ان دي من اكبر الكذبات اللي احنا عايشينها اليومين دول ومصدقينها وبنحاول نقنع بعض بيها، بس هي مش حقيقيه. احنا نفسنا نركب عربيات شكلها حلو وفي اوبشنز كتير، بس معناش فلوس ان احنا نعمل الكلام ده في العربيات الماركات المعروفه، فبنعمل كده في الماركات الصيني. ده بيفكرني بالظبط لما الموبايلات الصيني نزلت والناس كلها اقبلت على الموبايلات الصيني عشان هي بتدي نفس الاوبشنز بتاعت الموبايلات الغاليه بسعر ارخص. وده برضو مفهوم في الموبايلات، عشان عادي جدا الموبايل بيقعد سنه سنتين ثلاثه انت ولا بتدور على قطع غيار ولا بتدور على حاجه خالص، انت بعد سنتين ثلاثه باظ منك هترميه كده كده وتجيب غيره، عشان في الاخر المبلغ المدفوع ما يبقاش مبلغ كبير. لكن يكون المبلغ المدفوع مبلغ كبير زي مليون ومليون ونص و2 مليون جنيه، انا بصراحه مش فاهم الموضوع ده خالص.
ويا ريت اللي فاهم يكتب لي تحت في الكومنتس ويفهمني. الحاجه الوحيده يمكن ممكن اقولها في العربيات الصيني اللي هو على الاقل لو جبت عربيه صيني جيب عربيه ليها تاريخ طويل في السوق المصري عشان تعرف ان هي لسه مستمره، او تكون من توكيل قوي ومعروف وليه اسم في السوق عشان تقلل المخاطر اللي عليك من انك انت بتقتني ماركه مش معروفه ولا حد عارف اي حاجه عنها. كان معاكم محمد حجازي في حلقه جديده من كدبه ومصدقينها، وطبعا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه.